انا اسمي ياسم. انا عايز اقول لكم على اول جريمة قتل انا ارتكبتها، ولكن انا ارتكبتها بلفة شوية. انا شغال في المصنع ده بتاع راجل غني جدا، شغال السواق بتاع اسرته، ولكن هو عنده ابن اسمه زهير. الولد ده ما تقلعوش من جزمته، وفي يوم على طريق فقير من نشاطات الحياة دايما بوصله وبمشي من على الطريق ده. حفظت الطريق ده اكتر مما بيركزوا فيه. هما دايما راكبين في العربية ومحدش بيركز، كله ماسك تليفونه، كله بيعمل تليفون، لكن انا ببقى مركز كويس اوي وعارف ان الطريق لو حصل اي حاجة محدش هيسمع عنها. ساعتها زهير كان راكب معايا، كان متشيك قوي وكان دايما كعادته بيكلمني بقرف. طلب مني ان هو يروح يعمل حمام على الطريق ده، هنروح نعمل حمام فيه. برضه كرر طلبه ليا وبشكل آمر متعاجرف معايا. بقول لك عاوز اعمل حمام وديني حتة اتنيل فيها. قلت له حاضر يا بيه، نوصل بس اي بنزينة بعد الطريق ده. لقيته قاطعني في الكلام. بقول لك يا عم اسف، انا مش هستحمل، نزلني في اي زفت في اي حتة اعمل فيها حمام. امري الا الله، انت اللي طلبت يا زهير باشا. ركنت على جنب وقعدت احذره، يا باشا انا خايف عليك والله ده المقصد. الدنيا هنا كحل والطريق زي ما انت شايف، ولكن ولا بيكابر ومفيش اي فايدة. المهم نزل من العربية وبعصبية وقلة ذوق رزع الباب بتاع العربية وقال لي خليك في حالك، اقف بس ولف العربية ونور لي بالكشاف بتاعها. انا بقى ساعتها نفذت تعليمات. زهير خرج بسرعة وعمال يعدي من حتة فيها حشيش لغاية ما وصل لأقرب شجرة وراح جاي يعمل حمام. الولد فعلا كان محتاج يعمل حمام طول قوي، وبعدين فجأة زي ما يكون في حاجة خضته، طلع يجري عليا وقال لي اطلع اطلع. دي كانت لحظتي، انا متحركتش من مكاني. يفتح في باب العربية، انا قفلت باب العربية. بدأ يقول لي افتح الباب افتح الباب، وانا فضلت قاعد شوية كأني مش سامعه. الواد جاله حالة انهيار، عمال يلف حوالين كل الابواب يخبط عليا بالازاز، حالة من الهلع والفزع اللي هو فيها. بدأ يشتمني انت اطرش انت اطرش، بقولك افتح الباب واطلع. ولكن انا ما بسمعش كلامه. في الاخر خالص بعد ما الواد استوى على نار هادية كده، نار هادية ايه ده، على نار مولعة وقايدة، بصيت له كده لقيت الواد فعلا مرعوب. فتحت له الباب وكأني لسه واخد بالي منه، لقيته فتح الباب واترمى جوه على الكنبة الورانية وقال لي وانت اطرش ما بتسمعش يا زفت، انت اطلع بالعربية. استعبطت له هو في ايه يا زهير باشا، هو في ايه؟ انا معلش كنت سرحان شوية، انت عارف كبر السن والسمع بيبقى تقيل. لقيت الواد بيشاور لي بيقول لي شايف الست اللي هناك دي، شايف الست دي، شايف الست اللي قربت دي. انا بصراحة بصيت ناحية الست، لقيت ست ماشية لابسة لبس مقطع وعمالة تمشي يمين شمال وصوتها بيئن صوت مخيف جدا. نور الكشاف كان مبين ضلها ولكن مش مبين اي ملامح. الولد عمال يقول لي اطلع وانا بينت ان انا خايف جدا، عمال يقول لي يلا نمشي من هنا وانا بينت ان انا مفزوع زيه. فجأة الست قربت مننا بشكل غير طبيعي. الست دي لو شافتنا يا باشا هنروح في داهية، ولو اتحركنا من العربية هتجيبنا، يعني هتجيبنا. انا حذرته وقلت له لو عرفت مين دي هتترعب اكتر يا زهير باشا، نفذ اللي هقولك عليه بالظبط. ساعتها زهير قال لي طب والحل ايه؟ قلت له الحل ان احنا نقعد ساكتين لغاية هي ما تعدي بامان. هو سمع كلامي وراح جاي حاطط ايديه على بقه وكتم نفسه. الست فضلت تقرب من العربية بتحسس على العربية لغاية ما وصلت لباب العربية وراح جاي فتحاه وراح جاي مرمية على الكنبة جنب زهير. أنا في اللحظة دي خرجت وكأني مفزوع، وزهير حالة صدمة ومش عارف يعمل ايه. شاف ان السواق هرب وهو فضل جنب الست دي، والست دي تقرب تحاول تحسس على زهير وبدأت تنطق، قالت له الحقني الحقني. زهير مش فاهم حاجة، الصوت ده كان مش غريب عليه. انا في اللحظة دي خرجت من العربية وفتحت الشنطة، خرجت الجثة اللي جوه. زهير خد باله من الهوية بتاعت الجثة وخد باله من صوت الست.
ايوه دول كان ابوه وامه. انا مش عارف امه خرجت ازاي، انا كنت مخلص عليه في الطريق ده برضه، والراجل ده كنت ناوي ارميه جنبها، كنت ناوي اخلص على الولد، ولكن هي الامور جت كده. واللي كان خدمني هو حته دواء كده متركب عشان يعمل له اضرار في البول، الواد ما يبقاش قادر ينزل جنب الشجره، اخلص عليه جنب امه. زهير بدا يستوعب الموضوع، خصوصا ان مامته بدات تقول له ارجوك احميني منه، ارجوك احميني منه. هو خد باله وفهم ان قاسم هو اللي عمل كل ده. بدا يترعب ويتكوم، ومامته ماسكه فيه مش راضيه تسيبه. انا كان اخر بصة واخر كلمة عايز اقولها له وانا برمي الدواء بتاع اضرار البول في وشه. قلت له جرى ايه يا زهير باشا؟ معقولة شحط زيك كبير يخاف وهو وسط ابوه وامه؟ هو انا مش قلتلك لو عرفت مين دي هتترعب اكتر؟ زهير بدأ يصرخ بهستيريا فظيعة. انا مبسوط، هو استوعب المصيدة اللي وقع فيها، وعلشان اضرار البول اللي هو فيه عمل حمام على نفسه. رزعت باب العربية في وشه، وكنت موجه العربية ناحية منحدر كبير جدا. مش قلتلكوا انا حافظ الطريق ده؟ زقت العربية بشوية مجهود والتلاتة فيها، وخدت نفسي والعربية بتسقط من ارتفاع كبير. قعدت تتقلب قدامي وانا مغمض عينيا ارتياح. ودي كانت اخر حاجة تربطني بعيلة الواد المتعجرف اللي اسمه زهير. كان فاضل حاجة واحدة انا اعملها واخيرة، ان انا اختفي من هنا. يا ريت لو هتسمع القصة دي هي مجرد ان انا بحكي بفضفض، محدش يبلغ عني لو سمحتوا.